استمرارا لسلسلة المحاضرات اللي كان بدأنا فيها بالسنة المركز رمضان السابق. اليوم برضه عندنا محاضرة في الإعجاز العلمي. كما تعلمون إخوان الكرام، القرآن الكريم زاخر في الإعجازات العلمية. هناك عدة مواضيع اللي القرآن الكريم ذكر فيها حقائق علمية قبل أكثر من 1400 سنة اللي العلم الحديث اكتشفها في العصر الحديث، زي الجنين، زي اهتزاز الجبال، تثبيت الجبال على سطح الأرض، اهتزاز التربة عنده طول أمطار وكذا. اليوم موضوع المحاضرة موضوع جدا شيق. الموضوع تبين عن الإعجازات العلمية الموجودة في القرآن الكريم بالنسبة لعالم النحل. القرآن الكريم ذكر النحل في آيتين، بس آيتين، تحدث عن آيتين اللي بتطرق فيهن عالم النحل بإعجازات علمية جدا مدهشة مذهلة. اللي نسويه موضوع المحاضرة بتمحور حول هذول الآيتين من سورة النحل، الآية 68 و 69. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هذول آيتين من سورة النحل اللي نعمله حاليا قرناهن. تعال نفوت بعالم النحل، نتذوق شوية عالم النحل شو اللي بيصير هناك، بعدين نربطه مع آيات القرآن الكريم. ماشي؟ مقدمة. بعالم النحل في 3 أنواع، 3 أصناف. شو يعني 3 أنواع؟ يعني فينا أول شيء الملكة، في الذكور، وفي الشغالات. الشغالات هن النحل الشغال اللي هو بيكون غالبية النحل، يعني 99.9 من النحل هو النحل الشغال اللي بلقط الرحيق وبيعمل العسل وكذا. الملكة هي اسمها معها ملكة. الملكة هي أكبر أو أطول وأكبر حجم بالحشرات في مملكة النحل. خلينا نسمي بيت النحل بالاسم الفصيح القفير. ليش نقول خلية؟ مشان ما تخربطش. ليش؟ لأن الخلية بدي أسمي هاي اللي شايفين المسدسات نسميهم خلايا، هذول خلايا. البيت كله مسميه قفير. ماشي؟ اللي في كل قفير في ملكة واحدة. الملكة هي أطول شيء في عالم النحل في الحشرات، طولها 2 سم تقريبا، وهي عن جد ملكة. شو وظيفتها؟ وظيفتها أنها تحفظ النسل تبعين النحل. شو أن تحفظ النسل تبعين النحل؟ هي الوحيدة اللي عندها خصوبة، اللي بتعمل تتزاوج مع الذكور. في بكلبها خزانين بتنولد يعني معها بويضات بمحل معين، المحل الثاني بتخزن. لما تتزاوج مع الذكور بتخزن الحيوانات المنوية، وهي بتقرر إذا بدها، إذا بتدشر بتفلت بس الحيوانات المنوية، بتفلت بس البويضات تطلع ذكور. إذا بتقرر تخلط بين الحيوانات المنوية المخزنة المنطقة وبين البويضات اللي موجودة المنطقة الثانية، بتفتح صمام بينهن، بتخلط بينهن، بيطلع إناث. ماشي؟ فهي بتقرر شو تطلع، إناث أو ذكور. وهي الوحيدة المسؤولة عن حفظ الجنس تاع عالم الحشرات، عالم النحل. فلذلك بيعملوها معاملة الملكات. فيش اللي هي في كل القفير النحل الشغال بدير باله عليها، بطعميها، بغذيها بغذاء خاص فيها بسموه غذاء الملكات. ده سمعتوا بهاي المصطلح مازون ملكوت او رويال جيلي. هذا غذاء خاص فيها بطعموه بس للملكه. عمليا بطعموه مش بس للملكه، وهن يرقات في طور اليرقه، يعني هن الساعه صغار بتطلع بالبيضه في الكسن، كلهن بكن غذاء الملكات. بس الملكه بضلها تاكل طول الوقت غذاء الملكات، يعني بطعموها اكل خاص طول الوقت طول حياتها. فبشرك تنمو بتكبر عندها خصوبه معينه، هي الوحيده اللي بتخلف. ماشي؟ بشكل عام في كل قفير الملكه موجوده في القفير. مرات الملكه تتزاوج، بتطلع برضه بتتزاوج مع الذكور في قفير بيت ثاني فيش فيه هناك ملكه. اغلب الحالات الذكور موجودين في القفير بيت النحل وبتزاوجوا مع الملكه. ومرات الملكه بتطلع برا في محل تزاوج مع النحل الذكر قرب الاشجار كذا، بسموه اماكن تزاوج النحل. يعني مرات بصير تزاوج برا القفير مع الذكور. ماشي؟ النحل الملكه بتعيش بالمعدل من 2 ل5 سنين. هي اكثر الحشرات تعميرا في عالم النحل. الذكور اللي وظيفتهم بس يتزاوجوا، زي ما شايفين هم اصغر من الملكه، بيعيشوا 8 أسابيع حاليا تقريبا. وهم عندهم اكل الخرطوم تبعهم بيشوط فيه العسل، او الاكل فيش عندهم هذا الخرطوم. بشكل عام بتعموهم الشغالات اللي بتعميهم بيساعدهم ياكلوا، اللي هو النحل في المجمل في الغالب بيساعدوا الذكر ياكل. طبعا النحله اكثر شيء عندها قدرات من ناحيه الجسم. هذول الذكور مرات بتصير لنا ازمه غذاء، فيش غذاء كافي بالقفير. النحل او النحلات الشغالات هذول بطر الذكور بيطلعوا برا، بطروا اذا في مشكله في الغذاء. هاي واحده. نيجي الذكر نفسه زي ما قلت لكم بيعيش 8 اسابيع. بيجي للاغلب اللي بشكل غالبيه قبل هالشيء لكم ملاحظه، الملكه
بشكل عام اذا النحل مثلا قرر يربي ملكه بطور يعني هي بويضه وهي شرنقه بهذا المرحله، شو بيعمل؟ بنكي مثلا عدد من الشرانق هذول يرقات قبل ما يفكسن قبل ما ينضجن، وبطعمين غذاء الملكات. بظلوا طعم فين غذاء الملكات. اول واحد تطلع من الشرانق هذول هي بتبكي الملكه، وهي تهتم انه تقتل المتنافسات تبعيتها، بتقتل هذول الشرانق اللي مفكسنش اللي بعدين ما طلعنش، بتقتلهن مشان تضمن السيطره تبعتها على الكافير. طبعا زي ما قلت لكم بطعموها الغذاء الخاص بها طول الوقت، غذاء الملكات طول الوقت، حتى بعد ما تكبر طول الوقت بضل طعموها غذاء الملكات. المهم غالبيه مجتمع النحل ما بين هذول الشغالات اللي هو النحل اللي احنا بنعرفه دائما، النحل البكرس، النحل اللي بلم الرحيق كذا، وهذا 99.9 اذا مش اكثر هو اللي بشكل عالم النحل، وهن الجنس تبعين جنس اناث، بس هن عاقرات بخلفنش، فيش عندهم خصوبه، الوحيد اللي بخلف هي الملكه. ماشي. هسه الشغاله هاي في لها عده مهام، هي اللي بتكون في كل مهام الكافير من كل النواحي، كل نواحي من جيل صفر. هسه بتشوفوا عندها عده طلع من جيل اول يوم، هذا طلعت من الخليه فكست، طلعت من الشرنقه وصارت بعدها نحله صغيره عمر يوم لثلاث ايام. انتبهوا، تبقى عندها وظيفه تنظف الخليه، تطلع برا القاذورات. النحل اللي عمرها يوم تشتغل بدخول التنظيف. في مصادر ثانيه بتذكر النحل انه النحل الشغال بيجي على الخلايا هنا على الفتحات هذول الشمع وين في شرنق صغار وبدفيهم، بحط جسمه هناك مشان يحافظ على الحراره، يساعد الشرنق يفكسنا وينضجني عن طريق انه يخلي جسمه ملتصق في الفتحات مشان يحافظ على الحراره. اما في من يوم واحد ليوم ثلاث ايام بيطلع ينظف، شغل تنظيف. كبر شوي صار اليوم الرابع او اليوم ال11 عمره بيبدا يشتغل في تغذيه الصغار، هو بيطعم الشرنق النحل الجديد الصغير الساعه اللي فكس اللي بكى زيه قبل بايام، هو بطعميه الاكل اللي هو عسل بشكل عام، بيشتغل بطعام الصغار. بعدها كبر شوي صار من يوم 12 ليوم 17 في عنده عده مهام. هاي المهام بيكون فيها حسب الاحتياجات تبعت الكافير، طول الوقت زي ما انتم ملاحظين النحل شغال في عنده مهام. احد هاي المهام انه بدير باله على الملكه، زي ما كنت مشان بدير باله على الملكه انا بطعميها بجيب لها الاكل، اذا مثلا عندها حم بهف جناحيها مشان يعمل هواء، اذا بروده مشان يعمل هواء ببرد عليها، واذا بالعكس بدها حم برضه بكرب عليها مشان يعطيها حراره. بنظف تحتها بطعميها، دائما بيهتموا في الملكه، الملكه هي ملكه، هاي شغلته. بنفس الفتره بيشتغل بانتاج الشمع، الشمع هو هذا شايفين هذول الخلايا المسدسات بسموه الشمع، شمع العسل او مشت العسل برضه من الترجمه الانجليزيه. بنفس الفتره برضه بيصنع العسل. هسه بتقول طب شو بيصنع العسل بالضبط؟ هسه بشرح لكم قدام. العسل اللي بيجي اللي بيجيبه النحل اللي بلمه بكاش العسل اللي احنا بنشوفه، العسل الناضج، العسل الجاهز المستوي، مش هذا العسل اللي يتم انتاجه في الخليه في القفير. احد مهام النحل الشغال هو صنع العسل، وبرضه بنفس الفتره بيكون عمال تدبير الخليه، عده نشاطات عده فعاليات. مثلا نحله ماتت بطلقها برا الخليه برا القفير، بعد ما يكبر بصير اليوم 18 اليوم 21 يعني صار الاسبوع الثالث، النحل بيشتغل بحراسه الخليه. في حراس الاخي، طلعوا هاي الصوره شايفين هذول النحلتين كيف وقفت متوثبات متاهبات، مضبوط هاي الوقفه، هاي وقفه حراس وقفوا على الفتحه تبعت القفير. حراس من ايش؟ بيعرفوا شو بالضبط. في عده حشرات اللي بتهاجم النحل بتضره، زي مثلا الدبابير، الدبابير بتهجم على النحل بقتل، يعني بقتل كائن قاتل بالنسبه للنحل. النحل نفسه بهاجم الدبور بعمليه انتحاريه فدائيه. شو بيعمل بالضبط؟ اذا فات دبور جوا على القفير بيلتم عليه مئات اذا مش الاف النحل، بيلتم عليه فوق الجبل، بخنك وخنك بالحراره اللي بيعملها النحل بيموت الدبور. في برضه ذبان برضه بهاجم النحل وخرب برضه نفس الشيء بيحرس ضده وكذا. هاي شغله الحراسه تبعت هاي مهمات الحراسه تبعت الشغلات. هاي باليوم 18 ل 21. اخر ايامها اليوم 22 يوم 45 تطلع برا، بتصير تلم الرحيق، بتروح على الازهار تلم الرحيق عشان تصنع العسل. زي ما انتم ملاحظين النحل الشغل هو عمليا كل النحل، اغلب النحل طول الوقت في عنده شغل، طول الوقت في عنده مهمات، فيش عنده كسل. هسه انتبهوا هاي النقطه، انه بيبدا يشتغل من جيل صفر، من زمن صفر، بيطلع بيعمل كل هاي المهمات بدون ما حدا يقول له، صح؟ هاي الشغله خلوها ببالكم، انتبهوا لها، انه بيعمل هاي المهمات طول الوقت بتسلسل وبتنسيق مع افراد القفير وبدون ما حدا يعلمه هالاشياء، ما تعلمش، فيش وقت يتعلم اصلا، طول الوقت لازم يساهم، لازم يخدم باقي مجتمع النحل. هسه السؤال هنا، النحل طلع برا بدا يلم الرحيق، بروح على الازهار، في له خرطوم، بنزل خرطوم في كلب المبسم، في كلب في اجزاء بالزهره ذكر وانثى وكذا، بشفط سائل زي المي اللي فيه سكريات، سائل حلو، سائل شفاف، هذا بسموه الرحيق. برضه هو هناك موجود، جسمه بتغطى، برضه بشفط شيء بسموه اللقاح، حبيبات اللقاح.
زي انتم شايفين، اذا انتم شايفين الصوره هنا مش مبين، اما في جسمه بيكتسب اشياء اللي هي زي الوبر صغير لونه اصفر بسموه حبيبات اللقاح. النحل بينه هو قاصد او مش قاصد لما ينتقل من زهره لزهره بلقح الازهار، لما يلقح الازهار بسن الثمار، بسن الذكر وانثى. برضه بعالم النبات لازم يصير تلقيح. في نبات او في شجر اللي فيه هو نفسه بلقح حاله بحاله، في ذكر وانثى بنفس الشجره. في شجر برضه الريح بيساعد بنكل هاي الاشياء، وبرضه النحل بيساهم مساهمه كبرى رئيسيه بهاي الاشياء، انه بنكل اللقاح فبلقح باقي الازهار، بيحفظ برضه استمراريه انتاج النبات والثمار الفواكه. هاي احد الاشياء اللي فينا فيها النحل. المهم النحل لم هذا السائل، ماشي، لمه وين بحطه؟ في للنحل خزانين اللي هن معدتين. اول معده هي هاي، شايفين هذا اللون الاصفر الملتوي لولبي؟ هاي هي المعده تبعت النحل، زي المعده تبعتنا اللي بوكل فيها بهضم فيها، ماشي. في هان لون اصفر شايفينه، هاي بسموه خزان العسل او حويصه العسل، هذا بلم الرحيق اللي لمه، هذا خزان خاص في العسل او في انتاج العسل. نفرض النحله بتفر بتلقط من زهر لزهره بالرحله تبعتها، بتلقط الرحيق وجاعت، شو بتعمل؟ في بين صمام، تفتح الصمام تاخذ كميه قليله من اللمه ومن سائل من الرحيق وبتاكله، إلها غذاء. بس اغلب اللي موجود هنا في حويصله العسل هو عمليا خزان مخزون بتخزنه مشان ترجعه على القفير على البيت. هسه انا وهي تلم في تنتقل من زهره لزهره، وهي بكلب السائل هذا السكر السائل الشفاف، بتبدا تهضم فيه. عشان تهضم فيه بتحط فيه هناك انزيمات موجوده في المعده، بروتينات لها شغل معين، اللي بتبدا تعمل عمليه انتاج طفرات كيماويه. السائل انك بدك شوي شوي تغير لونه من شفاف اللون للون بني او لون اصفر حسب نوع الزهره او لون الثمره اللي بكت هناك، وبدا شوي شوي يتغير لونه. بسموه العسل غير الناضج، بعد مش هذا العسل الناعف لحد هسه، وبدا يتنقل وهكذا، ماشي. هسه نوقف لنقطه معينه. زي انت بتعرف دائما القران الاسلام هو دين مستهدف من باقي الملل والنحل. في كثير ناس اللي بيحاولوا يهاجموا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الشباب الصغار السن، يقولوا عده افتراءات عده اكاذيب. احد الافتراءات الكذب يقول لك في القران اخطاء علميه، اللي كتب القران بين قوسين غلط، محمد غلط، حاشا انه على افتراض الادعاءات تبعته كتب في شيء غلط. شو احسب راي من الشيء الغلط؟ ترى الايه هنا شو بتقول؟ ثم كلي من كل الثمرات. يقول لك ايه؟ النحل بروحش على الثمر، النحل بروح على الظاهر مش على الثمر. انتم لازم تعرفوا الثمر يعني فواكه، صح؟ طب النحل لازم نعرف اغلب الحالات بروح على مزبوط، بروح على الظهر باخذ الرحيق. طب شو دخل الثمرات؟ يتضح انه لا، النحل برضه في لما في ازمه فيش بالجوار ازهار كفايه، زهور كفايه، حقول من الزهور تكفي، بروح على الثمر. طلعوا هاي جبت لكم الصوره بالاثبات بالصور نفسها. هاي نحل على، شايفين الصوره على البركوك، النحل على اعتقد هاي خوخه، مزبوط خوخ، بروح على الثمار. نفس الشيء بيعمل، بيمتص السائل السكر الموجود فيها. فالنحل برضه على الجد بروح على الثمر. يعني القران الكريم مش انه فيه غلط، بالعكس في اعجاز علمي، ذكر حقيقه علميه اللي هي موجوده لم تكن منتشر، مش ملاحظه، واكيد مش منتشر في بلاد العرب، في شبه الجزيره العربيه انذاك، ما فيش هناك كثير خضار، مزبوط. فاذا بده يروح نحن بده يروح على نزود على الازهار، الثمار، شجار الثمار مش منتشره بكثره، كله صحاري هناك. بالعكس القران الكريم جدا جدا دقيق مصطلحاته، ذكر الثمرات ما ذكرش الازهار. لفتة طيب منه مشان نضل نفتن مع الوقت انه عن جد القران الكريم انت تختار هاي المصطلح تحدي للبشر. فهاي هو الاعجاز، انه النحل بروح على الثمرات مش بس على الظهر، على الازهار زي ما بنعرف. هاي هو الملاحظه. طيب تعالوا نكمل. ماشي. طيب النحل رجع على القفير، معاه ببطنه السائل لمه، اللي هو السائل اللي زي ما قلت لكم الرحيق المهضوم بين قوسين، اللي هو العسل غير الناضج. بيوصل القفير بده يطلع اللي لمه، بده يطلع يستوي بين قوسين، بيطلعوا بناكلوا نحله ثانيه. هسه جل لكم الله المصطلح شوي بتشوفوه الدفش، بس لا بعلم النحل شيء ثاني. عمليا النحل بنتك اللي جاب بنتك بثم نحله ثانيه، تروح من ثم لثم، كل في واحده تهضمه، تقعد عمليه هضم 30 دقيقه. كل مره لما يصير في هضم انزيمات جديده بتزيد عمليه التخمر نسميها او التفاعل الكيميائي، العسل قاعد بنضج اكثر واكثر. ترى هاي الصوره شايفين نحلتين جنب بعض، هاي نحله بتنكل الثانيه المخزون اللي لمته، زي ما انتم شايفين بهاي الصوره. وهان شايفين في راسين ملتصقات ببعض، شايفينها؟ هاي عمليه تنكيل النحل العسل غير الناضج. الهدف بالاخير بعد ما يصير المضيق بحطه بخزن المنتوج هذا في كلب هذول الخلايا بشكل مسدس. طبعا بخزنوش للاخر، بسطمش نسميه الخليه، كل مسدس بحط بعبي ثلث الخليه. شو الهدف تبعيه؟ الهدف تبعيه انه هو
يطلع الميه من نسميه العسل غير الناضج. العسل غير الناضج بوصل القفير نسبه الميه فيه من 70 ل 80%. خلال 3 ايام العسل بحطه النحل بحط العسل في الخلايا مشان الميه تطلع منه. نفرض حط هنا كميه معينه من العسل غير الناضج في الخلايا هاي، بعد يومين ثلاث شاف انه بدا ينشف، بنكل كسم من الكميه، مش كل كميه، بنكل على خليه ثانيه اللي هي فاضيه، بنكل كسم اللي بضل بالخليه الاولى طبعا بيستمر في عمليه تجفيف، المي بتتبخر، نفس الشيء المنطقه جديده الخليه الجديده اللي فات فيها العسل الجديد برضه عمليه التبخر تستمر فيه. بالاخير بعد 3 ايام تبكي كميه المي في كلب العسل اللي هو بصير ناضج 20% واقل، تكب الخمس، من 80% صارت 20%. هذا هو العسل اللي احنا بنعرفه، العسل اللي هو زي الدبك، سائل لزج، صمغي زي الدبك اللي بناكله احنا، هيك العسل بصير يتم انتاجه او تصنيعه، مراحل التصنيع النهائيه في كلب القفير. ماشي. ملاحظه هنا الايه بتقول يخرج من بطونها شراب مختلف الوانها. اول ملاحظه شراب، كلمه شراب لما تسمع شراب شيء سائل، صح؟ سائل حلو سكري. على فكره الدواء بيقولوا سيروب، مثلا الدواء اللي الاولاد الصغار بسموه سيروب. السيروب هي كلمه اصلها عربي، الصيادله العرب هم اخترعوا كلمه شراب مشان تعمل منتوجات معينه للاولاد الصغار، مشان كاش عندهم مشان يكبروا على ياخذوا الدواء، حلوه سموه شراب. الشراب اتحرفت صارت سيروب في الانجليزي او في اللاتيني، اصلا كلمه عربيه. المهم الشراب هو سائل، هو حلو فيه سكر حلو، بس اكيد لو قلت لك عن عسل شراب بجوز تصعبها. العسل مش شراب، العسل مش بالضبط سائل بتديره بندلك، صح؟ بنسكب، مظبوط. بس انتبه، هاي الشيء مقصوده، مقصود رب العالمين، مش عبثا حتى، لانه عن جد زي ما خرجتكم هسه، زي ما قلت لكم الحقائق اللي يشوف شو النحل لما يرجع على الكفر يشكب بطنه، كيف بطنه سائل، مش العسل الناضج، كيف بطنه العسل غير الناضج اللي هو بالحاله السائله بالضبط زي ما بتقول الايه شراب. فهمتوا؟ لاحظتوا لاجاز علمي قديش القران الكريم دقيق؟ الشراب يوصف حاله العسل غير الناضج كسائل. شيء ثاني، لمحه ثانيه، طلع شو استعملت الايه، شو استعملت؟ بطونها. هسه بقدر واحد يقول طلع بطونها ما دخلهاش في الجنس ذكر وانثى. في العربي بتقدر تقول عن جماعه، عن طائفه تستعمل لغه المؤنث، مثلا قالت الأعراب آمنا، قالت اليهود يد الله مغلوله، مظبوط؟ يعني الطائفه كلها استعمال صيغه المؤنث، مظبوط لغه مظبوط، ولكن تحتمل برضه اجاز علمي. ليش؟ لانه نبلم من ناحيه نبلم من العسل هن الشغالات، النحل الشغال، النحل العامل، هن شو؟ هن اناث مش ذكور. فالآية برضه استعملت صيغه المؤنث، يمكن ان تحتمل اجاز علمي او لفته علميه، لفته اعجازيه لطيفه، نستعمل صيغه كالبطونها، مش بطونه، بطونها. يعني انا في اشاره لانه لان من يكون بجمع العسل هن الاناث، برضه اجاز علمي. برضه خرافي شو كالبطونه، برضه في نوع من اللفته، بطون مش بطن، بطون. برضه بتقدر تقول طلعوا جزء القران، يعني جزء تقدر تقول قصد انه بطن كل نحله تجمعها كلهم بصير بطونها، بهاي الحاله فيش اعجاز، لكن برضه يحتمل اعجاز علمي هنا برضه، اذا لانه كل نحله فيها اكثر من بطن، اكثر من معده. مش كنت تقول في خزانين حويصلات العسل والمعده، في عندك بطنين، صار معدتين في كلب النحله. برضه انا في اعجاز علمي او لفته علميه طيبه مكنونه في كلب الايه الكريمه، استعملت بطون مش بطن، بطون. اذا تاخذها بطون لكل نحله مفرده تبقى اعجاز علمي. معي انتو؟ ملاحظه ثانيه، احنا بنعرف انه النحل بيعمل عسل، مظبوط، بس مش بس العسل، برضه بيعمل غذاء الملكات حسب الخلطه اللي بيعملها، نوع الخلطه، نوع التفاعل اللي بيعمله. برضه بيعمل شيء اسمه شمع العسل، هسه بنشرح عنه. برضه بيعمل ماده اسمها العكبر في العربي، او اذا انت سمعته بالصيدليات اكيد سمعتوا فيها وكثير منكم سمع فيه، ماده اسمها بروبوليس اللي هي العكبر، العكبر في العربي اللي هي برضه خلطه ثانيه بصنعها النحل، اللي هي بيستعملها هدفها زي السيليكون، بسد فيه الخزوق، الشكوك، التصدعات في مبنى القفير. وبرضه فيه له عليه مضاده للبكتيريا، مضاده للفطريات، فعمل له ماده مضاد، بيشتغل زي مضاد حيوي. عشان هيك بيستعمل بالصيدليات في عده مستحضرات، احد منها لاشياء الجروح او مثلا وجع الزور وكذا، انه بيشتغل زي معقم، زي ما تقول شيء مضاد للالتهابات. البروبوليس اللي هو الاكبر في العربي. فحاولت اوسع لكم، قصدي اوسع لكم المعرفه انه العسل بينتج برضه اشياء، اسف، انه النحل بينتج اشياء غير العسل. خلينا نكمل. حلو، زي ما قلت لكم في شيء اسمه شمع العسل. شمع العسل وهي الماده اللي بتبني المسدسات، هذول اللي هو عمليا النحل بيبني منها بيوته، بيته مصنوع من هاي الاشياء، المسدسات، مظبوط.
النحل بيقدرش يجي يبني بيته من العسل اللي هو سائل، يعني هو مش بالضبط سائل بس مش صلب، بيقدرش يحمل لك مبنى. شو بيعمل العسل؟ النحل زي ما قلت لكم في باحد وظائف النحل الشغال هو انتاج شمع العسل. بيجي بهضم كميه من العسل بقلب بطنه، بفوتها بقلب المعده، في هناك 8 غدد تشتغل عده افرازات، عده انزيمات معينه. بالاخير بينتج ماده اللي هي الصلبه، لما يفرزها بالطوالي بتصير تصلب بزياده، اللي بسموها شمع العسل، اللي هو بتشوفوه بالصيدليات وكذا، الشمع نفسه. عمليه انتاج شمع العسل عمليه جدا مكلفه. ليش؟ اذا مثلا كل القفير مثلا كلهم استهلكوا، مثلا نفرض كل النحل موجود استهلك 8 جرام من العسل، بيطلع بس 1 جرام، يعني ثمن الكميه اخذ 8 جرامات، بيطلع 8 جرام من شمع العسل. فانتاج شمع العسل هي عمليه مكلفه جدا. اليوم معناته شمع العسل لازم النحل لازم يقتصد في استعمال شمع العسل. ليش هالشيء المهمه؟ قبل تكون نسيتكم الشغله، شمع العسل هو ماده جدا جدا تتحمل الضغط، جدا صلبه. عندما ثاني في تقديرات او تقارير بتكون انه اذا بتجيب كيلو من شمع العسل تبني فيه بيت، بيقدر يتحمل 24 او 22 كيلو جرام من العسل، يخزن داخله. شمع العسل وكيلو واحد بيتحمل ضرب 22 ضرب 24 من الشمع، بيتحمل ضغط متين جدا، في له خصائص بنيويه وخصائص هندسيه جدا مميزه. أحيانا لا، موضوع جدا حلو. قبل 2000 اول تقرير قبل 2036 سنه، 36 سنه قبل الميلاد، او اكثر من 36 2050 سنه اسف، 36 سنه قبل الميلاد، واحد روماني اول كتابه معروفه تساءل ليش النحل بالذات بيختار الشكل السداسي؟ ليش بيبني خلايا بالشكل السداسي؟ ليش بالذات هذا الشكل؟ ليش مش شكل ثاني؟ وهي كانت احجي لغز للباحثين وكذا على مر الدهور. كثير ناس حطوا اقتراحات، فرضيات، تخمينات، تكهنات، ظلت هاي الأحجة مستمرة لحد 1999. عالم رياضيات أمريكي، رياضيات، أثبت بالرياضيات بالمعادلات. يعني طلعوا جبت لكم هاي الصفحة شايفينها، فيها أنا معادلات، أنتم شايفين شوي معادلات رياضية وأشكال كذا. هاي صفحة من 30 صفحة أعتقد، هاي التقرير تبعيه المقال العلمي، أثبت بالرياضيات بالمعادلات إنه إذا النحل بده، نحن عنده محل مي بده يبني فيه البيت تبعه، ماشي، بده يبني من شمع العسل. شمع العسل ماده جدا جدا ثمينه، بدوش يضيعها. هاي واحد من يعني بده يقتصد في الماده. بنفس الوقت شو بده يعمل؟ بده يعمل خلايا، هاي الطاقات كل نفس الحجم، نفس الفتحات، بده يستغل اقصى مساحه ممكنه، ماكسيموم مساحه، ماشي. اثبت هذا العالم العالم الرياضيات الامريكي انه الشكل السداسي هو انجع شكل تعمل فيه اشكال نفس الشيء، بتضيعش فيها فراغ معين، وبتختصر فيها، بتستعمل فيها اقل كميه بناء. اثبت في الرياضيات، تعرف لكم اياها بالعينين. طبعا مثلا بيقدر النحل مثلا يعمل شكل دائر، هذول شايفين؟ بتقدر النحل تفوت كلب دائره مريح لها، بس طلع شو بصير؟ طلع بين الدوائر شو في هنا؟ في فراغات، صح؟ شايفين هناك انتم جماعه؟ فيها الفراغات، شايفين؟ هذول مضيعات غير مستغله زي ما تفضل الاخ. هنا تضيع فراغ، مع هذا الشكل مش ناجع. من ناحيه الرياضيات راح على شكل مثلثات، هذول ليكوا هذا شكل المثلثات اكثر شيء بيستهلك ماده، والنحل مش معني يضيع شمع العسل هيك. ضلعنا مربعات مثلا والمسدسات. تطلعوا تعالوا ناخذ مربع وناخذ مسدس، تعالوا ناخذ برضه حوالين المربع نفس الدائره، هاي شايفين الدائره المنقطه هاي اللي حوالينها، وهنا الدائره المنقطه هاي زي هاي نفس المساحه. استطلعوا المربع، لان هذا المربع حواليه هنا في تقريبا نص مربع جهه اليمين، نص مربع جهه الشمال، وواحد تحت نص مربع، فوق تحت نص مربع، بس طلع في هنا 4 مربعات، 1 2 3 4 اللي فيهم تقريبا كميه جدا جدا ضئيله، بجزء اقل من الربع، اقل من الثمن. شايفينها؟ يعني بهاي الدائره في عندنا مربع واحد وفي 4 انصاص مثلا، وفي اقل من ثمن مربع. يعني الاستغلال هنا او توزيع الماده مش باقصى درجه. طلع الشكل السداسي هنا بالمسدسات، هذا المسدس طلع حوالي عنده جيران 6 مسدسات، عندي 6 مسدسات، كل واحد تقريبا فيه اكثر من نص، او خلينا نقول نص المساحه بنفس الدائره. يعني لما تاخذ انت مسدس، انت بتعطي مجال لجيرانك يستفيدوا منك من الخليه هاي المسدس باقصى مساحه. شفتوا بالشكل كيف؟ بالرياضيات برضه اثبتها انه الشكل السداسي هو انجع شكل للنحل يستعمله مشان يقتصد في الماده اللي هي شمع العسل، ويعمل اكثر عدد من الخلايا في اقل ماده، ويستغل كل المساحه الموجوده.
السؤال بيطرح نفسه هنا، كيف ان احنا نعرف هاي الشغله؟ من هاي الشغله؟ من هاي الهندسه العظيمه؟ من علم هاي الشغله؟ طبعا العلماء تحيروا، ما فيش عندهم تفسيرات معينه. زي ما انتم عارفين اغلب العلماء اذا مش كلهم ماديين، بيامنوش، عندهم الحاد. كلمه الخالق رب العالمين بيستعملوهاش في المقالات العلميه، زي ما تقول بيستحوا عيب، كسب منهم كثير بامنش، او بحاول يقول لك تطور مش تطور، بهرب من كلمه الخالق. بس هم ضلها معجزه، ضلها يعني شيء مذهل خارق، بحاولوا يفسروا قد ما يقدروا. طلع النحل تفسيراته طبعا، النحل مع الوقت على مرور الزمن يتعلم مش عارف شو، صار يجرب يتعلم. بس برضه التفسير بزبطش. ليش؟ يعني لسببين. اول سبب زي ما انتم شفتوا، النحل بتطلع طواله، تبقى شرنك وتطلع طواله، بعد ايام ست تبني، ما حد بعلمها، تطلع طواله عندها غريزه، اثنين فيش مجال للتعلم، حد علمها، اي واحد. اثنين، انك تبقى مهندس شاطر بيعرف بهي الطريقه، بدك مخ، ذاكره فراغيه رهيبه، قدرات ادراكيه وفهم، اللي المخ النحل لو اكل من السمسمه بيستوعبهاش، فيش محل هناك. مش زي مخ البني ادم. اصل البني ادم نفسه لما يجي يبني عنده بيعمل اخطاء، بس بظبطش بهالدرجه، بتكنهاش. فهي التفسيرات تبعتهم عباره عن تخريصات، عباره عن تاويلات، الكهنات اللي بس مشان يهربوا من حقيقه رب العالمين هو اللي اوحى الى النحل. وهذا الاعجاز، رب العالمين اوحى من الشكل السداسي اللي النحل بيستعمله عباره عن وحي، زي ما كانت الايه الكريمه ايه 68، واوحى ربك للنحل ان اتخذ من الجبال بيوتا، واوحى ربك الوحي. هذا الاعجاز، ان النحل بيفهم بشكل غريزي، صح بشكل غريزي، لانه ربنا بيوحي له وحي، زي ما كانت الايه الكريمه، فيش ولا اي تفسير ثاني ولا شيء بيقدر يفسر هالشيء. طبعا هذا المبنى السداسي برضه استغلوه، تعلموه العلماء، حاولوا ينقلوه في تصميم اشياء معينه في عالم الطب وعالم الكيمياء وكذا، حتى في البنايات. طلع هاي لاحظت لكم صوره، شايفين الشكل السداسي في المباني، لانه متين. وانتم لاحظتوا انتبهتوا في مباني ملاعب كره قدم في السقف هناك شكل مسدس، انتبهتوا؟ شكل سداسي منتشر في البنايه، في العمار، مش بس في العمار، برضه استعملوا في الجسيمات الصغيره، النانو تكنولوجي، الجسيمات والجزيئات الصغيره بيستعملوها لك بشكل عام مشان عنده متانه معينه. المهم، بس قصدي اقول لكم بالشكل السداسي في عده تطبيقات واستعمالات في العلم، وناكل هالشيء من النحل. ومعرفه النحل الشكل السداسي هو واحد من رب العالمين لا غير. تقدرش تفسر هالشيء بطريقه ثانيه. شيء ثاني، افرض النحل طلع النحل برا القفير تبعيه، صار يفر بين حقول على صار ولقط الرحيق، ماشي؟ لكي مثلا حقل مليح، في زهور بتحرز بده كيف، لا ده غير موضوع، شيء ثاني. لكي زهور كذا، لم الاشياء، بده يروح البيت تبعيه على القفير. النحل حجمه جدا جدا صغير، كل من سنتي. النحل الشغال بيبعد مرات مسافات 4 كيلومتر، هاي مسافه شاسعه ضخمه بالنسبه لحجمها. التساؤل هنا للعلماء، كيف النحل بندل على البيت تبعيه؟ شو اللي بدله؟ كيف بيعرف الطريق؟ بغلطش ولا مره. برضه عندهم تكهنات وتاويلات وفرضيات. في تجربه معينه جابوا العلماء النحل، قسموا له مجموعتين، مجموعه ما طبوش فيها، المجموعه الثانيه حطوها غاز الايثانول. غاز الايثانول كحول موجود في الخمور، واللي بيخلي البني ادم يسكر، او سطلوا النحلات بين قوسين وفلتوه، المجموعتين فلتوهن بعيد عن القفير، بعيد عن بيتهن 400 متر، ماشي؟ وقبل حطوا على ظاهر كل نحله مستشعر، شيء ببث مشان يراقبوهن، ماشي؟ حطوا مستشعرات معينه اللي بتبث لهم وين كل نحله موجوده، وراقبوا النحل كيف بيرجع على البيت تبعيه. لكن المجموعتين الثنتين نفس الشيء، النحل الصاحي والنحل اللي في عنده مشكله في الوعي، اللي بين قوسين مسطول، السكران بين قوسين مش بوعيه، والمخمور، الثنتين المجموعات اللي يجوا على البيت تبعي بنفس الكفاءه ونفس السرعه ونفس النجاح، وحدا غلط بطريقه، برضه صار عندهم نوع من الصدمه، نوع من الدهشه. كيف النحل بندل على الطريق؟ ليش بتعمل؟ شو الخارطه اللي براسه؟ بكت احد الاشياء، احد التعليلات، انه النحل بيستعمل الشمس اللي يقرر حسبها وين موجود الاحداثيات، وين موجود المحل الذكاء، وين موجود البيت تبعيه. بس لكن النحل برضه بيرجع في حالات يكون فيها الشمس غايبه، كيف الشمس موجوده؟ هاي التفسير مش بالضبط بفسر كل الحالات، مش بالضبط مقنع. في تفسير ثاني بيقول لك النحل بيستعمل الاشياء الموجوده، التضاريس الموجوده في المنطقه مشان يعلم فيها الاشياء. زي ايش مثلا؟ يعني مثلا في هنا شجره، في هنا عمود، في هناك خوازيق، في هنا شارع، هناك مدرسه، بيعلم، بحط الاشياء بمخه، بيعرف وين المحل تبعه موجود بالنسبه لهي الاماكن. يعني بيبني خارطه براسه، بيعمل GPS اذا بدكم. طب نفرض انه هاي الشيء مضبوط، طب النحل منه عنده هاي القدره؟ النحل جدا جدا صغير، بيتحملش هالاشياء من ناحيه سعه، من ناحيه مكان، مش زي المخ البني ادم. وبرضه البني ادم عنده هالمخ، لما يجي احنا بنغلط، لما احنا كبار بالغين مضبوط، مرات بنتوه بالطريق، مش دائما بندل. في برضه عندنا تجربه وخطا، النحل بيغلطش، بندل على طريقه بكل كفاءه ومهاره بدون ما يتعب.
فبرضه بحد ذاتها برضه نوع من التحدي، شيء مدهش مذهل. نفس الشيء السبب الآية الكريمة بتقول ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، فاسلكي سبل ربك، اسلكي سبل، يعني رب العالمين دلل الطرق لها، بكلها طرق مذلله ميسره مهيئه، برضه واحد من رب العالمين. هاي معنى الآية الكريمة، ان الطرق ميسره مهيئه بغريزه معينه، رب العالمين بيعطيها وحي تهتدي على اماكنها. لحد اليوم يعني ما بيعرفش لك هاي الاشياء، بقول لك في بالنحل جينات معينه، زي انا ليكو جين معين EGR اللي له علاقه مع الذاكره، ماشي، بس فيش محل الذاكره في المخ النحله، اضبطش هذا الشيء. ونفرض انه في محل النحله، يعني مع ذلك بدك تتعلم، بدك تمارس الاشياء، مش طوال تعرف. مزبوط؟ هالاشياء بتفسرش اهتداء النحل الى اماكن. شيء ثاني، موضوع ثاني برضه شيء حلو، نفرض النحل بكى بالحقل، شاف في ازهار اشياء بتحرز، بده يروح يخبر جماعته في القفير، بحكي لكم اشياء محل منطقه حلوه، تعالوا معي. كيف بتواصل معهم؟ شو بقول لهم؟ هذا برضه فحثوه العلماء وراقبوه وصوروا، لكن النحل في عنده طريقه معينه في التواصل بالنسبه لاخبار الاخرين وين مكان الازهار وكذا. بروح بمن رقصه معينه باتجاه بالنسبه لاتجاه الشمس. شو اتجاه الشمس؟ خلاص بدكم مثل، شايفينها؟ هاي الشمس، هاي بيت النحل، خليت البيت النحل ماشي القفير، وهنا اكل، هاي الورده، هنا اكل، كلهم على امتداد واحد. الشمس بيجي جهه الجنوب، هاي الرسمه مزبوط، على امتداد واحد. النحل في كلب القفير بيعرف ان الشمس موجوده، بيعرف انه هناك الشمس موجوده جهه الجنوب. النحل بيجي على القفير بيعمل رقصه بدائرتين، بهز جناحيه طول الوقت، بيعمل رقصه بلف نص دائره هان، بيطلع بهذا المستقيم، بهذا الخط مستقيم بالنص، الخط المستقيم بيطلع باتجاه الشمس، بالضبط اتجاه الشمس. نفس الشيء بيعمل نص دائره وبرجع هان بيطلع لاتجاه الشمس. شايفين اتجاه؟ لو سمحت، اتجاه الشمس، الاتجاه اللي بتطلع فيه النحله هان تمرق، هو بدل على اتجاه الطعام اللي هو هان بالنسبه للشمس. فالنحل بيعرف انه الاكل موجود هان، الباقي اللي موجود في البيت نفس الشيء، طلع بالعكس. هان في عندك هان اكل، النحل في عنده اكل، وهنا خليه النحل، والشمس هان، الشمس ورانا والاكل موجود هناك جهه الشمال. نفس الشيء بيعمل بالعكس، النحل برقص هاي الرقصه، بيعمل هاي الدائره، بيجي بخط مستقيم هان راس بروحها، شايفين الاتجاه اتجاه الطعام والشمس ورا. النحل بيعرف وين بالضبط الاتجاه، بيعمل نفس الشيء، بلف برجع هان. طب نفرض انه في زاويه مش على نفس الاستقامه، زي هنا، هاي الشمس، هاي هاي القفير بيت النحل، وهان الاكل، هنا في زاويه بينهم، ماشي. النحل بيعرفوا مره في كلب افراد النحل بيعرفوا كلب القفير انه هنا موجوده الشمس. النحل بيعمل رقص تايته بهاي الشغل، بيعمل هاي الدائره، بروح بهاي الاتجاه. النحل بيعرف انه الاكل موجود بهاي الاتجاه، وفي زاويه انه راح بهاي الزاويه اللي بيعرف الكبد، فبيعرف انه موجود بزاويه معينه. نفس الشيء بيعملها، هاي الاتجاه تبعيه. طب بهذا بالنسبه للاتجاه، كيف بالنسبه للبعد؟ بقول لك حسب الزمن تبع الرقص، هز الجناح بيعرف وين وقديش البعد. كل ثانيه رقص عباره عن 750 متر، ثانيه واحده من هز الجناح من الرقص 750 متر بعد، اذا عمل ثانيتين اعطوني 1050 متر وكذا. ثاني في فيلم قصير بجيكم بوضحكم شيء اوضح، مصور فيديو. جماعه بس لو سمحتوا اخوي لكم هاي، طلعوا اكتبوا هنا. هنا التساؤل بالنحل اللي بلم الرحيق، راح على حقل معين فيه ازهار، وبده يخبر جماعته انه في هنا، تعالوا الحقوني، تعالوا في هنا غذاء. شو بيعمل؟ شايفين انتوا؟ انا لو كيف هنا احسن. لا شو، خليكم معي. بيعمل رقصه معينه بسموها رقصه اهتزازيه، بهز الجناحين. هسه بتشوفوا هاي البيت، طلع شايفين؟ هاي اللي بترقص، هاي اللي بتخبر النحل كله وين موجود. كلهم بيطلعوا عليها، ترى قديش قربوا عليها، بدهم يفهموا وين دي، وين الناحيه، وين الظهر موجود. طلع كلهم بيطلعوا عليها حواليها، كلهم بيفهموا شو بتسوي. هسه بتشوف ليش اوضح، هسه هي لحالها بتبدا اوضح. طلع هي بس بترقص على محور هذا الاتجاه. الشمس موجوده هناك، المحور تبعي بيجي على الشمال، يعني الاكل موجود هناك جهه الشمال شركه. هسه بتشوف الشيء بصوره اوضح. شوي تخبرهم وين الاتجاه حسب زي ما قلت لكم الاتجاه الرقص.
هنا زاوية 270 يعني جهة الشرق كله، والشمس هنا. بس انتبهوا هسه بصير هنا اوضح بخطط لكم. طيب شايفين هذا الاتجاه؟ تعمل هاي الدائرة هيك، ترجع تاخذ مرة، تعمل دائرة هيك. النحل بيعرف انه موجود هناك. قديش وقت بتركض بعطيك قديش بعد النحل. وهي هاي بالنسبة للبعد سأقول لكم كل ثانية عبارة عن 701 ثانية واحدة تساوي ثانية واحدة رقص تساوي 750 متر. 3 ثواني بدك تضرب 3 يعني. هسه بتشوف الصورة من برا، صورة الخلية نفسها وين موجود وين الشمس. هسه الصورة من برا بتبجي أوضح. هنا رقصة ثانية واحدة، فالبعد 750 متر. مش مطولين احنا دقيقة. نفس الشيء طلع هسه. شايفين هاي الخلية، هاي القفير، هان الشمس، هان الاتجاه تبع الاكل هو هان. بالنسبة للشمس النحل جوا بفهم وين الاكل موجود قديش بعيد. هسه نلخص كل اللي سويناه. خلصنا يا جماعة. نلخص. رب العالمين بيوحي لعالم النحل، ملان في وحي في النحل، زي ما الايتين الكريمات من سورة النحل اخبرنا. في عدة اشياء كثير فيها وحي. انا جبت لكم بهذه المحاضرة عدد من الاشياء، مش كل شيء، متأكد في اشياء ما قلتهاش. احد الاشياء مش هلخص. اول شيء انه النحل بتعرف مهامها لما تطلع من مرحله اليرقه، زي ما انت شفت من جيل صفر تطلع تسوي اشياء مهام طوارئ باتقان. بعد ما تكمل فهم بتتنكل في الوظائف، تدرج في الوظائف، تخدم كل باقي افراد المجتمع تاع النحل. ما حدا بعلمها الاشياء. شو بعرف انه تعمل صنع الشمع او صنع العسل وتبني البيت، او نعرف تكون في تربيه الصغار او الحراسه، او انه هسه هذا التكافل والدافعيه تبعيتها والاستعداد والعلم والمعرفه فيش له تفسير، بس واحد من رب العالمين. هذا واحد. اثنين، معرفة النحل لاختياره للشكل السداسي مشان يبني خلاياه، مشان يبني القفير تبعه، برضه بحد ذاته شيء معجزه مذهل. زي ما قلت لكم بس وحي من رب العالمين. نفس الشيء الوحي الالهي موجود برضه. كيف النحل بيندل على الطريق من الحقل ومن الاشجار من برا القفير لطريق العوده لمحله. فيش شيء بتقدرش تستعمل ولا اي تفسير بيساعدكش بفيدكش. مخ النحل صغير اكل من السحابه السمسم، ما بينفعش كل التفسيرات، بس وحي رب العالمين. وبرضه في وحي في طريقه التواصل. هذا طريقه الرقص معين. الرقصه هاي انه هي تقدرش تقول هي الحال نكت هاي الرقصه. طب شو بعرف اقول كيف يعرفوا باقي الالاف اللي حواليها انه هاي الشغله هي قصدها فيها اخبار عن محل طعام اتجاه الزاويه كذا. هذا كله وحي من رب العالمين موجود بشكل غريزي، وحي رباني. هذا الشيء بخلينا نتفكر في ايات الله ونزيد خشوع وايمان. اسال يا جماعه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. يعطيكم